كنت حلم ديالي هي نقرا على برا وزعما حقيقة ديك الحلم. دونك ما كنتش كنفكر في هادشي. مم. الزميل اللي مشى معاك واش كيدرس معاك في نفس في المؤسسة ولا نفس غير تلاقيتوا؟ المدرسة، في نفس المدرسة. حتى هو اقتنع بهاد اه المدرسة هذه اه ومشيتوا بجوج؟ اه. مباشرة شحال يعني الطريق تقريبا 8 السوايع تقريبا؟ ما بين 5 و6 ديال السوايع. مم. نزلتوا في المطار، مهم. اشنو لقيتوا؟ كيفاش اول مرة تحط رجلك في اسرائيل؟ alors قبل ما نحط رجلي في اسرائيل، ملي كتسافر مع الطياره الاسرائيليه كاين مم. بزاف ديال لي بروسيدور اللي طوال بزاف. حيت ملي كطلع في الطياره اصلا في العام الاول كان 2021. مم. دونك ما كانوش المغاربه كيمشيو لاسرائيل، ما كانوش لي فيزا. كطلع في الطياره كل شيء اسرائيلي. اللي عندهم اصول مغاربه كتلقى راسك بوحدك اللي شاد باسبور خضر. دوك كيتعاملوا معاك بطريقه ديفيرونت. هما الاسرائيليين في الاول كانوا كيسولوا بزاف ديال الاسئله حيت على الامن. بقيت 2 السوايع وانا كيسولوني الاسئله في لاغوبور ديال مراكش في الايروبور عاد ديال باش نطلع مراكش؟ لطيارتي. دوك اسئله على هذا الامن الاسرائيلي؟ الامن الاسرائيلي. مم. اسئله على حياتك الشخصيه، على علاش جاي لهنا، فين غادي تقرا. اسئله بزاف ديال التفاصيل فيها. بعد مرات يقدروا يطلبوك يقلبوا التليفون ديالك، يقلبوا التصاور ديالك. في الاول كانوا لي باج ديال الريزو سوسيو لا؟ صراحه لا، ما عمرهم ما طلبوني مم. هادي الحمد مم. لله. ولكن كانوا كيسولوا بزاف حيت بون دي كيسيون ديال الامن غنقول. يعني شحال قلتي؟ ساعتين تقريبا عاد طلعتوا للطياره؟ اه صافي انت والزميل ديالك شديتوا بلايصكم، اه. كتلقاو بان اغلبيه الناس اسرائيليين كل شيء من اسرائيلي. اصول مغاربه ولا اه. من اصول اخرى. مهم. يعني في الطياره جاك شي احساس غريب؟ تكلمي لي على ديك اللحظه وانت كتغادري الاجواء المغربيه وغاديه في كنسمع لغة جديدة اللي كنت كنعرف جوج الكلمات ديال العبرية الصراحة. ما كنتش شالوم؟ شالوم تودا داكشي ساهل. وانا دائما كانت عندي واحد اليد على اسرائيل، وتوتاكو كنشوف راسي في واحد الطيارة اسرائيلية مع الاسرائيليين. جاني احساس غريب حيت كنسمعوا بزاف على اسرائيل، ولكن توتاكو غادي تكون جالس معاهم. احساس غريب. او ميم طون كنت فرحانه بزاف لان طيب الرحله ديال 5 سوايع 6 سوايع ضروري تكوني تكلمتي مع شي اسرائيلي اسرائيليه، كان سولك سولتي؟ الطياره كانت مع 12 د الليل. 12 ليال كلشي ناعس؟ كلشي ناس. كلشي ناعس كلشي مزيان. ناس. بطبيعة الحال غادي نرجع معك قبل نبقاو في المغرب قبل ما نمشي لاسرائيل. وفي هذه الفتره هذه واش تعلمتوا واخا قصار، تعلمتوا شويه العبريه؟ طلعتي عليها في جوجل ولا في لي ريزو؟ وهنا في لا، المغرب ما كانش قبل ما نمشي قلبت شويه. جربت نتعلم نقرا، ولكن كان صعيب بزاف لان حتى هما عندهم الشكل ومن بعد ما كيكتبوا بدون الشكل. دونك تعلمت كلمات بازيك المتداوله بازيك. العاديه اللي كل مسافر كيتعلم. من بعد 5 6 سوايع ديال الطيران نزلتي في اه المطار، ورحنا دوزنا واحد الساعتين بعدك في المغرب. ديال الاسئله. الاسئله في المطار ديال بن غوريون، نزلت في مطار بن غوريون بن ديال غوريون. تل ابيب. يعني كيفاش ها انت حطيتي رجلك، الناس اه كتشوف فيك غادي يقول لك باسبور كذا، شنو؟ حكي لنا على هذه اللحظات الوغ هذه. هما ملي كتسافر مع طياره اسرائيليه كيديروا توت لي بروسيدور ديال سيكوريتي ف- ولا اي حاجه في المغرب عاد كتمشي لاسرائيل. دوك ما كانت حتى حاجه، كان هبطنا كاي مسافر عادي. ما كان اي مشكل، ما كان حتى مشكل. مم. يعني في المطار ما كانش شي اسئله ما ولا كانت لا. شي بحث معاك ولا؟ لا في المطار لا، كل شيء تدار في المطار ديال المغرب عاد مشينا لتما. نزلتي لقيتي الحافله ولا التران ولا فاش مشيتوا للاقامه؟ جات واحد كيفاش نقول بالعربيه. شي سيده ولا؟ واحد السيده كتخدم في المدرسه هي اللي داتنا في هي اللي الطوموبيل. استقبلتكم بطبيعه اه. الحال. ملي مشيتوا ها الليله الاولى دوزتوا، مهم. كيفاش دوزتي ديك الليله الاولى؟ احكي لي على هذه اللحظات الاولى اخ ولا الاي على الاقل الايام الاولى اللي دوزتي. مشينا في كوفيد، دوك كنا كنديروا التيست ديال كوفيد في المطار عاد كنخرجوا. مهم. ومن بعد كنمشيو كارونتين. دونك اول حاجه ما درت، انا كنت عايشه في واحد الفيلاج سميتو هاكفا ياروك. وهو فيه احسن مدرسه في اسرائيل كاينه في ديك الفيلاج، كاين بزاف د المدارس. دوك كنشوف ديك الشيء كبير لاول مره، كاين الحيوانات. ولكن اول حاجه اللي درت مشاو سدوا عليا في بيت. دوك دوزت 6 سوايع ديالي الاولى ديالي في ديك البيت. دايره كارونتين.
ومن بعد جاوني لي ريزولطا ديال كوفيد، دونك خرجت اول مره غنتعرف مع الزميلات ديالي، اول مره غادي كنا نكتشف شهر تقريبا المدرسه. مشيتو مشيت في الاخر ديال شهر 9 ديال يعني مباشرة مع 2021. الموسم الدراسي. اه مهم. أنت دخلتي المدرسة بطبيعة الحال، أجواء أخرى. انا صراحه كان عاجبني بزاف الحال، لانه دائما بحال اللي قلت كنت باغا نقرا في مدرسه دوليه. كتهبط اول حاجه كيسولوك شنو سميتك، منين انت، ودوك كتشوف شحال ديال لي ناسيوناليتي، شحال ديال اللغات مبدلين. وهادي اول حاجه اللي عشت في ديك المدرسه، هي لا ديفيرسيتي. ما عرفتش أنت شخصيتك واش منفتحة ولا منغلقة، يعني كيفاش تعاملتي مع الوسط الجامعي تما؟ في الاول كنت منفتحه بزاف، لانه بحال اللي قلت لك كان حلم وتحقق. وكتجرب تهضر مع اي واحد، كتهضر على سياسه بلادك، كتهضر على الثقافه ديالك، على